الجزائري ونظيره الجنوب افريقي طبعا في سلسلة الفيفا سيريز تحضيرا للتصفية المونديالية. مشاهدينا الكرام، قلت بين المنتخب الوطني والمنتخب الجنوب افريقي لطالما كانت المباريات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا وتعد بالكثير. الجديد في المباريات بين المنتخبين هو أنه المواجهة الأولى بينهما على الأراضي الجزائرية، وإذا كان المنتخب الوطني لعب كثيرا في جنوب افريقيا سواء بملاقاة صاحب الأرض أو من خلال مشاركته في كأسي افريقيا 1996 و2013 وكأس العالم 2010. طبعا فإن منتخب البافانا سيلعب لأول مرة في التاريخ في الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا الذي يرمز لشخصية تاريخية للبلد نفسه. نمر مباشرة مشاهدينا الكرام للتشكيلة والتوليفة الأساسية. يكرم الضيف، فالبداية بمنتخب جنوب افريقيا في حراسة المرمى رونوان ويليامز على الجهة اليمنى في الميدان إلى الجهة اليمنى الآن، ثم العرضية وائد نوري يتدخل ويضغط على حامل الكرة. العودة للحارس ويليامز، هذا الهدف مقابل 3. كرة في حياكة المنتخب الجنوب افريقي على الجهة اليمنى كيكانا، والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء. يا لها من تسديدة قوية جدا، ويا له من انذار شديد اللهجة من أوسوين أبوليس الذي سدد بكل ما يمتلك من قوة، ولكن العارضة الأفقية نابت وصدت هنا في الكرة الماضية الصعبة لمنتخب جنوب افريقيا. ياسين إبراهيمي في منتصف الميدان من أجل رد الفعل، ماسك الكرة ياسين، ثقة كبيرة في النفس. تلك سماتهم وخطورتهم ولعبتهم المعروفة منتخب جنوب افريقيا. وواقف وليد يتابع المباراة بكل إصرار وكأنها على الجهة اليمنى. مايامبيلا يحاول المرور والتسديد، كرة بعيدة مرات وتحولت إلى ركلة مرمى. مباراة بدايتها صعبة بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب جنوب افريقيا مع أفضلية جنوب افريقية. اليمنى يحاول المرور وهذا ياسين بنزية، ولكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. قولتانيس مباراة ودية ثانية بالنسبة له، وهو الذي لعب مباراة بشكل رائع. أسبقية لتيبوهو موكونا في منتصف الميدان. بغداد اليسرى، محمد أمين عمورة، تسديدة خطيرة يا بغداد. أوه يا بنجاح، لعبت دور المدافع في هذه الكرة ولم تكن مهاجما أمام تسديدة محمد أمين عمورة التي كادت أن تغالط الحارس ويليامز وكانت متجهة إلى المرمى. من بدأها ياسين دون فلسفة زائدة، حضر لعمورة يا بغداد، أراد أن يحولها إلى الشباك. من الأخيرة لم يعد ظهيرا أيسرا بل أصبح يصعد. على الجهة اليمنى مايامبيلا، والعرضية خطيرة ولكنها بين أحضان. درب في الدوري الجزائري لكرة القدم، درب شبيبة اليوم، حذاري من الخلل الموجود على الجامعة اليمنى، وتسديدة قوية هنا ولكنها بين أحضان الحارس طبعا مصطفى زغبة. قلت في خلل على جهة اليسار أين يوجد آيت نوري، لأن تقريبا كل انطلاقاتهم في بداية هذه المباراة هي من الجهة اليسار. انتهى سلبيا 0-0 بهدفين مقابل هدف واحد. هدف واحد المنتخب الجزائري سجله طارق، وصولا الى محمد امين عمورة على اليسار، خطيرهم وسريعهم محمد امين، واحد من اخطر العناصر في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. جنوب افريقيا دائما تمشي الكرة بشكل سريع وخطير، والتغطية الدفاعية حاضرة هنا، ولكن قبل ذلك حكم المباراة التونسي امين جدا في كاس افريقيا الماضية يستعد للتنفيذ بقوة، سدد هنا ولكنها تحولت إلى ماذا قال حكم المباراة؟ إلى ركلة مرمى. تسديدة تيبو موكونا بقوة كبيرة مرت على الحارس مصطفى زغبة الذي يجد نفسه أساسيا اليوم بعدما كان في المباراة الماضية الحارس ماندريا أساسي. محمد أمين عمورة مع صعود بنجاح وكذلك عيسى مندي، ولكن التغطية الدفاعية جاءت بشكل رائع على مستوى القائم الأول والإبعاد في الميدان. العودة إلى الجهة اليسرى وبيري موديبا، تسديدة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى من قبل الرقم 6 أوبري موديبا. سدد بشكل مباشر هنا بالقدم اليسرى الظاهرة الأيسر
لليسرى محاولة التوزيع وبين أحضان الحارسين، التمريرة البينية باتجاه بنزية، فرصة وإمكانية، التسديدة 1-0 للمنتخب الوطني الجزائري. ركزوا استمتعوا، ركزوا واستمتعوا ما يفعله المبدع ياسين براهيمي، تمويهه، إبداعه، حسه، تمريراته ونظرته الثاقبة. قدم الكرة بتمريرة حاسمة باتجاه الخطير بنزية. سأحدثكم عن بنزية، أين كان بنزية، كيف عاد إلى المنتخب بنزية ووجد نفسه في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. بنزية اليوم يوقع الهدف الثاني له رفقة المنتخب الجزائري في مباراتين متتاليتين، والقادم أجمل، والقادم أجمل بالنسبة لبنزية وبالنسبة لإبراهيمي وبالنسبة لعمورة وبنجاح وكل عناصرنا الوطنية. افرح يا بيتكوفيتش. جهة اليمنى محاولة الانطلاق والمرور طلبها في العمق محمد أمين عمورة، ولكن التغطية اللاعبين الكبار الذين لا يتأثرون. بينما كيطون على الجهة اليسرى يبدع فوق أرضية الميدان. آيت نوري مرة والعرضية حاضرة والتغطية الدفاع. يربح المساحة بغداد ثم تمريرة بينية بعيدة نوعا ما يا بغداد على المقيا. الخروج بشكل رائع على الجهة اليسرى، وصلت خطيرة 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 والدفاع يتدخل في الشكل الرائع من قبل المدافع لمصلحة العناصر الجنوب افريقية. التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة بعد خطأ في وسط الميدان، وكرة ضائعة كانت من ياسين براهيمي وتصفيقات بيتكوفيتش. بهذا الشكل يشجع عناصره فوق أرضية الميدان وكأن شيئا لم يحدث، من أجل مواصلة العمل، من أجل مواصلة التألق في هذه المباراة والسعي طبعا لتسجيل أهداف أخرى في غفلة دفاعية. أمام قلت منتخب سريع وخطير ومميز أيضا. هنا استخلصت الكرة وهكذا جاء الهدف على الجهة اليمنى. فعلا كانت هنالك الاختلالات موجودة على الجانب الأيمن وذلك استغله جيدا المهاجم الجنوب افريقي رقم 11 تيمبا الذي سجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي. هنا سقط من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية تسديدة قوية في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. هدف تيمبا زواني صراحة في اللقطة والكرة الماضية للمنتخب الجنوب افريقي. صراحة قلنا بأنه منتخب قوي وقلنا بأنه منتخب متمرس، سنستفيد منه كثيرا بشكل رائع. مر الخطير والسريع تيمبا زواني، مراوغ باليمنى وسدد باليسرى في سقف المرمى معلنا عن تقدم منتخب جنوب افريقيا بالهدف الثاني. هكذا كانت التمريرة في العمق، مراوغة بشكل رائع امام مدني، التسديدة قوية وقوية 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 جدا، لا تصد ولا ترد، هذه في اصعب الزوايا بل في سقف المرمى. هدفان مقابل هدف واحد الآن لمصلحة منتخب جنوب افريقيا قبل دقائق قليلة عن نهاية الفصل الأول والشوط الأول من هذه المباراة. هدف ثاني ربما كشف الورشة المنتظرة للناخب الوطني بيتكوفيتش على مستوى داخل منطقة الجزاء. هذا قندوسي خطير يحضر صعبة للمنتخب الجزائري بواسطة قندوسي. التحضير، التسديدة قوية ولكن الحارس بلغة الأكاديمية والتسديدة القوية ولكنها مرت. وتطبيق الكرة السريعة بينما قطعت هذه فرصة. بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك في الشباك في الشباك. الغزال الأسمر يعود لمعانقة الشباك من جديد، يعود للتألق من جديد بعد تمريرة حاسمة. ياسين إبراهيمي يسجل هذه المرة ويدون هدف التعادل للمنتخب الوطني الجزائري بشكل رائع ومميز في غفلة دفاعية جنوب افريقية يستغلها المنتخب الجزائري، ويجد إبراهيمي المساحة اللازمة للتسجيل بعد تمريرة حاسمة
من قبل من قبل بنزية يسجل ويحضر، والانطلاقة سريعة لإبراهيمي، فرصة وإمكانية أخرى. بغداد بونجاح وجه ثاني في الشوط الثاني، التوزيع من بونجاح مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. بنزية مسجل وممرر حاسم. ياسين كبيرة، كرة على الجهة اليمنى، جنوب افريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى. مر بشكل سريع اللاعب الذي دخل منذ لحظات، إلياس موكوانا. لم يمر على دخوله سوى 3 دقائق يتمكن من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي، وسط احتجاجات العناصر الوطنيه على حكم المباراه. على كل سنرى وسنتابع، لأن الكرة لمست في لاعب منتخب جنوب افريقيا وغيرت اتجاهها، وهذاك اللاعب ربما كان متسلل. سنرى وسنتابع في الاعاده. عندنا هنا انيس، شكرا لمخرجنا رضوان حاج احمد. ها هي الكره امام يحاول المرور بشكل رائع بقرار. بنزية التي لا تحدث كل يوم، من الأهداف الرائعة والخيالية. كيف استقبلت الكرة وكيف استدارت وكيف لعبتها فوق حارس المرمى. بنزية الرائع، بنزية المميز، بنزية الخارق في هذه اللقطة بأكروباتية غير عادية في الشباك الجنوبي افريقية، تفرح الحناجر الجزائرية وتوقع ثالث أهداف المنتخب الجزائري. كيف بدأت القصة هنا؟ استقبل، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أقدام بنزية التي تكلمت إبداعا في الكرة الماضية ونطقت إبداعا وتميزا. ما أروعك يا ياسين، ما أبدعك يا ياسين بلقطة خيالية. ياسين رائع جدا ديال إبراهيم عبد القادر دياز على الصورة، وضربة خطأ. الكرة الثابتة من سولفيد، شوف جوج ديال اللاعبين، اشرف حكيمي، حكيم زياش خلف هذه الكرة. وغادي دقائق اذا لإضافة الحكم. اشرف حكيمي وهي نفسه نفس الامر بالنسبه لحكيم زياش من سيصوب. اذا ترقب الانفاس الاخيره. اشرف حكيمي كيتقدم، كره ديالو فوق المرمى بسنتيمترات قليله. كان قريبا من وضع الكرة في الشباك. تحفيز، تشجيع في انتظار القادم والذي نتمنى أن يكون جيدا. إذا الجولة